أثير جدل على منصة إكس بعد إطلاق وسم صوت الفناجيل خلال القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، إذ امتدح البعض سماع صوت الفناجيل القهوة العربية، في حين رأى آخرون أن إطلاق هذا الوسام جاء بسبب غياب إصدار قرارات مؤثرة على صراع في لبنان والقطاع. وتداول مستخدمون سعوديون لمنصة إكس مقاطع فيديو يسمع فيها صوت فناجين القهوة العربية التي كان يسكبها عدد من الشبان الذين أوكلوا لهم لهذا الأمر. وأظهر الشبان وهم يحاولون الإدلال بالفناجيل ويضيفون بين الزعماء والقادة الذين حضروا القمة لتقديم القهوة العربية أو السعودية لهم أثناء إلقائهم كلمتهم. وفي حين امتدح كثيرون صدور مثل هذه الأصوات، مشيرين إلى أنها تعبر عن ثقافة المملكة وهويتها، انتقد آخرون صدور مثل هذا الوسام، إذ رأوا إنه نتيجة عدم صدور أي قرارات مؤثرة في القمة بشأن الصراعات في المنطقة. نستعرض بعض التعليقات. في ضيافة سيدي ولي العهد أعزه الله، العالم شرقه وغربه يسمع صوت الفناجين الذي يعبر عن هويتنا الأصيلة في إكرامنا وحفاوتنا للضيف وعابر السبيل وتراثنا وحكامنا ومحكومينا. وآخر يقول: من النادر أن تسمع في بعض القمم مثل هذه الأصوات، وصوتها يشبه صوت صليل السيوف. وش اسم صوت الفناجيل والدلاديل